شو رأيك بالزواج التقليدي مقارنةً بالزواج القائم على حُب؟ شو بتفضّل وليش؟ لأ، الزواج التقليدي هذا قديم كتير، قديم بحت، فما بيصير أو ما باحبذه أنا. الزواج عن حُب أفضل وأحلى، متل ما صار معي أنا، أخدت عن حُب وبشكل مو طبيعي، بشكل خرافي يعني. بيزيد الحُب بعد الزواج، أكيد بيزيد الحُب بعد الزواج وبمليار مرّة، كتير مو شوي. يعني أنا إلي شي 13 سنة متزوج، كل يوم عن يوم بيزيد أكتر وأكتر و وبيكون أحلى وبيكون إله متعة أكتر. الزواج التقليدي والله أمي راحت نقت لي وحدة ما بعرف شكلها، ما بعرف طبعها، ما بعرف شو قصتها، ما بعرف شو شي فيها أبدًا. فلأ، الزواج عن حُب أحسن من الزواج التقليدي بمليون مرة. على حسب الوقت، يعني هلا نحن وصلنا بوقت الناس بتفضل او هذا الجيل بفضل الزواج عن حب. عرفت كيف؟ بفكروا انه ممكن يكون احسن، بس انا بفضل الزواج التقليدي. عرفت شلون؟ كل واحد هو وتفكيره هو وعقيدته على هذا المنطق يعني. ليه بتفضّل الزواج التقليدي؟ بضل احسن، يعني شو قد ما تعددت الاسباب بضل احسن. في تفكير وفي حكي كتير، بس يعني في شرح تفصيلي زايد، فما راح فوت بكل التفاصيل الزايدة. أول شيء أهلا وسهلا. أنا بفضل الزواج التقليدي يلي أنا بالنسبة بجوز لعمري لسني وتجربتي بالذات، يعني التقليدي هو هذا يعني سنة بتصير العلاقة والحب والكذا بعد الزواج. يعني حتى مذكورة بالقرآن إنه وجعلنا بينهم مودة ورحمة، هي إمتى بتجي؟ بعد الزواج، مو حب قبل الزواج. أنا هذا رأيي، بس طبعا جيل اليوم عم يحب ويعشق وبعدين بيتزوج وبعد سنة وسنتين بتلاقي انفصلوا وزعلوا، طلعوا مو مناسبين. أنا هذا رأيي، ما بعرف إذا رأيي صح ولا غلط. الزواج على حب طبعا. أي لأنه خلص كل واحد بيتحمل اختياراته، عرفتي؟ شو ما كانت النتائج بيكون خلص هي عملت اللي بدها إياه وبيكون نتيجة اختيارها يعني. طبعا أفضل من الزواج التقليدي يعني. لا، الزواج التقليدي. الزواج القائم على حب، بالأول يعني بيفكروا حالهم إنه بيحبوا بعض. لما بيجتمعوا ببيت واحد بيشوفوا إنه ما هني متفاهمين. يعني الزواج عن حب حالات نادرة. لأ أكيد أنا بافضّل الزواج عن حُب مش الزواج التقليدي، وخاصةً الزواج بعُمر مبكر أبدًا، أبدًا منّه منيح لا للمرأة ولا للرجل، يعني لا للبنت ولا شي. وأهم شي يكون اثنيناتن، خاصةً البنت تكفّي علمها، تكفّي دراستها الجامعية، وبعدين تفكّر بالارتباط بعد عملها وشغلها وتأسيسها الاجتماعي.